في فيديو النهارده عايزين نفتح اول اكونت على اتسي ونعمل اول برودكت ونتكلم على الطريقه الصح اللي احنا نعمل بيها تسويق للمنتجات بتاعتنا، لان من غير تسويق مفيش مبيعات. تعالوا ناخدها خطوه خطوه عشان نعملها بالطريقه الصح. وقبل ما نبتدي اعمل لايك وكومنت حلو ويلا نبتدي. طبعا اول خطوه نخش على جوجل ونكتب كلمه اتسي، ونفس الخطوات ممكن تعملها من على الموبايل، لكن انا دايما برشح ان احنا لو عايزين نعمل بزنس جديد استخدم الكمبيوتر افضل. هيطلع لي اول اختيار اللي هو etsy.com، بدوس عليه وهو ده شكل الموقع. هو موقع اكتر خاص بالهاند ميد والحاجات الصناعات اليدويه، فعشان كده لو انت متميز في اي صناعه بتعملها بايدك بغض النظر شكلها ايه، الويب سايت ده تقريبا هيبقى افضل اختيار ليك. بعد كده بخش على ساين ان، بدوس عليها. لو عندك حساب اوريدي بتخش وتكتب الايميل بتاعك والباسورد، لو ما عندكش فهتبقى ريجستر. هتخش تكتب الايميل بتاعك والفيرست نيم وتعمل باسورد جديد، وبعد كده تدوس على create account. اول لما بتدخل الايميل بتاعك بعد كده بيجي لك حاجه اسمها confirm your email، ده حاجه كود كده بيتبعت على الايميل بتاعك. بتخش على الايميل بتاعك وبتلاقي فيه 6 ارقام بتاخدهم وبتكتبهم في الحته دي، وبعد كده بتدوس سبميت. بمجرد ان انت دخلت على الصفحه دي خلاص انت كده تقدر ان انت تشتري زي ما انت عايز. ممكن تخش على اي حاجه تدور عليها وبعد كده تشتريها لو عايز، لكن طبعا الغرض بتاعنا دلوقتي مش ان انا هشتري حاجه من الويب سايت، انا عايز ابيع. فعشان كده هروح عند الجزء ده، هتلاقي في حاجه اسمها sell on Etsy، هتدوس على دي وبعد كده هتدوس على get started. هتخش على الويلكم بيج دي وهتلاقي فيه شويه كلام، بس اهم حاجه فيها هنا ان بيقول لك open your shop and pay a one time $29 setup fee، يعني هتدفع $29 عشان بس تفتح الاكونت بتاعك، وده هيبقى مره واحده في الحياه. ال $29 دي مش لكل العالم، لكنها لامريكا ويمكن بعض الدول، لكن اعتقد ان في مصر انت ممكن تفتحه ب $15 بس. ممكن تكون حاجه ليها علاقه بالتاكسز وكده، انا مش عارف، بس بالنسبه لامريكا هي $29. وبعد كده هيسالك شويه اسئله علشان لو حبيت ان انت يعني يوصل لك شويه نصايح او خطوات او تيبس اند تريكس يعني بخصوص اتسي وكده، هيبعت لك حاجات على الايميل. فهتختار مثلا اول واحده وتدوس على نيك. بعد كده هيقول لك ايه الكاتيجوريز اللي انت مهتم بيها، هاند ميد، الحاجات الفينتج ولا الهاند ميد ولا الديجيتال. فهنقول لو احنا بنبيع حاجه مثلا زي الشموع او اي حاجه تانية صناعات يدويه فهختار الهاند ميد وادوس نيكست. وبعد كده بيقول لك ستارت يور شوب، وهنا بقى هتبتدي تاسس الخصائص بتاعه الشوب بتاعك. يعني اول حاجه عندك اللانجوج، للاسف لو بصيت هنا مش هتلاقي عربي، فهتضطر ان انت تختار الانجليش. والشوب كانتري الديفولت بتاعها هو يونايتد ستيتس، بس ممكن تدور هنا عشان تشوف ايه البلدان الموجودة تانية. عايزين نشوف لو في بلاد عربية، فهتلاقي هنا موجود ايجيبت، دي من ضمن البلاد اللي انت تقدر تبيع منها على الويب سايت ده. وهتلاقي المغرب كمان موجودة، وهتلاقي كمان الامارات، غير بقى كل الدول دي. فهتختار الدولة اللي انت فيها وما تغيرش الكرنسي او العملة بتاعت الشوب ده، هتبقى اليو اس دي اللي هي الدولار، فدي خليها زي ما هي عشان تضمن ان انت يجيلك الارباح بتاعتك بالدولار. وهتدوس سيف اند كونتينيو، وبعد كده بقى تبتدي تسمي الشوب بتاعك. فانا مثلا لو هسميه فادي يوسف، هلاقي هنا مثلا مكتوب looks like فادي يوسف is already taken، واحد تاني اخد الاسم وعنده محل بالاسم ده. فلو انا مصر على ان انا احط الاسم ده بالظبط، ممكن بعديه مثلا اغير حاجه واكتب مثلا استوديو مثلا، فكده قال لي ان الاسم ده available. وحاولوا ما تختاروش اساميكوا، يعني انت حاول تختار اسم كده يكون جذاب سهل ان الناس تفتكره. ولو لقيت ان في حد تاني واخده وانت مصمم عليه، ممكن تحط بقى كلمة ستوديو او ديزاينز او كاندلز او اي حاجة انت عايز تحطها عشان بس يعني تعرف الناس انت بتبيع ايه. طبعا انت اخرك 20 حرف بالكتير، وما يقلش عن 4 حروف، وما يبقاش فيه سبيسز او مسافات يعني. وبتدوس بعد كده save and continue. وهنا بقى بيقول لك how you will get paid، احنا هندفع لك الفلوس ازاي او الفلوس هتوصل لك ازاي. فاول حاجه بتبقى عندك هو البنك بتاعك فين بالظبط، هل هو في نفس الدوله اللي انت عايش فيها ولا في دوله تانية. فلو انت في امريكا هتختار يونايتد ستيتس، وهل انت individual ولا incorporated business يعني شركه ولا فرد. لو انت فرد هتختار الاختيار الاول عن تفاصيل بقى اسمك والتاريخ ميلادك وكل الحاجات دي. فهتكتب هنا البلد اللي انت مقيم فيها هتختارها. ففي الفيرست نيم هكتب اسمي الاول، وفي اللاست نيم هكتب اخر اسم او اللقب بتاع العيله بتاعي. يعني اللاست نيم ده بيبقى اخر اسم اللي موجود في البطاقه، اللي هو في الغالب اللقب بتاعك. وبعد كده your date of birth، هتكتب هنا تاريخ ميلادك، الشهر واليوم والسنه. وبما انك عايش في امريكا بشكل قانوني طبعا هتحط السوشيال سيكيورتي بتاعك. وهنا بعد كده هتكتب العنوان بتاعك. طب لو انت عايش في مصر طبعا لازم تغير دي وتدور على كلمه ايجيبت. فبيقول لك ان البيمنت اكاونت بتاعك هيبقى برضو بالدولار، واي ديبوزيت برضه هيبقى بالدولار. وهيختار بقى الكانتري اوف ريزيدنس، برضه البلد اللي انت عايش فيها، فبرضه هتقول ايجيبت. فاول لما تختار الاثنين ايجيبت بما انك عايش في مصر، لو نزلت شويه لتحت
هتلاقيه بيقول لك ايه، هيقول لك connect your pioneer account. ده عباره عن بنك الكتروني، لو انت موجود في حته غير امريكا فهو لازم يضمن ان هو يبعت لك على بنك هو ضامنه اللي هو بايونير، وانت من خلال بنك بايونير ده بتحط البنك المصري بقى بتاعك. يعني بتخش بتنشئ حساب على بايونير وبتربطه بالبنك بتاعك، فبيتربط الاتنين مع بعض مع اتسي، فاي فلوس هتجيلك على بايونير، وبايونير عشان مربوط بالبنك المصري بتاعك فهيوصل لك الفلوس على البنك المصري. ودي حاجه حلوه لان هي فتحت السوق للناس في مصر ان هي تبيع على اتسي. الكلام ده ما كانش موجود مثلا من سنتين. ممكن بقى يبقى في خطوات زياده انا مش هعرف اعملها لان انا مش عايش في مصر، وانا عارف ان هي خطوات سهله يعني، فانت خدها واحده واحده. لو مش عارف تنشئ الحساب بتاع البايونير ده ممكن تدور على اليوتيوب مثلا وتشوف لو في حد شارح الموضوع، لكن انا من عندي هنا مش هعرف لان ما عنديش حساب على بايونير ومش عايز اعمل يعني. المهم برضو بعد ما تخلص خالص دوس سيف اند كونتينيو وهتلاقي نفسك رحت للصفحه اللي وراها. اما لو انت عايش في امريكا فهيقول لك الانفورميشن بتاعتك اوريدي سيف، ولازم بقى تبتدي تربط انت كمان البنك انفورميشن بتاعتك، فهتدوس على كونكت اكونت، وبعد كده ممكن تدخل بياناتك سواء مانيولي او اوتوماتيك ان انت تعمل لوجن للبنك بتاعك، وبتختار اسم البنك بتاعك او بتعمل سيرش عليه من هنا، وبتربط الحساب ببعض، وكده بقى الانفورميشن بتاعت البنك بتاعتك موجوده على اتسي. اي فلوس هتجيلك هتنزل على الحساب ده. واكيد لو حبيت تغير البنك اكونت بعد كده في المستقبل ممكن تعمل كده. بعد كده بقى الخطوه اللي وراها ان انت تعمل حاجه اسمها نيو ليستنج، يعني البرودكت الاولاني اللي انت هتعمله على الويب سايت عايز تحط بقى البيانات بتاعته، عايز تحط صوره، تفاصيله، كل الكلام ده. فده بيبقى من هنا. هل لازم اعمله من اول مره؟ لا، مش لازم تعمله من اول مره، ممكن تعمل سكيب للخطوه دي وبعد كده تعمل لما يبقى الصور عندك جاهزه او البيانات جاهزه. لكن الاول لما تبقى جاهز دي نفس شكل الصفحه اللي هتظهر لك. بعد كده بنحط بقى الصور والفيديو الخاص بالبرودكت بتاعنا، طبعا بتبقى مسيفهم عندك على الجهاز بتاعك، فعشان كده بقول دايما افضل ان انت تستخدم الكمبيوتر عشان تبقى الدنيا اسهل يعني. فانا عندي مثلا الصور بتاعت الكاندل اللي انا كنت عاملها قبل كده، ممكن اوريها لكم كمثال يعني. هختار كذا صوره كده، انا اخترت اكتر من صوره، واقدر كمان ان انا احط فيديو من هنا. والفيديو هيبقى مهم قوي لان هو بيقول لك معظم الناس اللي بتشتري بيفضلوا ان يبقى في فيديو عشان يشوفوا البرودكت شكله عامل ازاي، او التصنيع اثناء فتره التصنيع عملتوه ازاي والكلام ده. فده بيشد المشتري اكتر ان هو يتفرج على البروسيس بتاعت البرودكشن ويشوف تفاصيل ايه ما وراء صناعه الحاجه. فلو عندك حاجه زي كده تقدر تحطها، ده ممكن يزود المبيعات بتاعتك. وطبعا الصوره الثامبنيل دي او الصوره المصغره دي هي دي اللي بتطلع في الصفحه لما حد بيعمل سيرش على برودكت معين. فلو الصوره الاولانيه دي لفتت نظر الشخص ده هيدوس عليها ويخش ويتفرج على البرودكت، ولو عجبه بيشتريه. فهي اهم صوره في كل الصور. فدايما لازم تركز ان انت تحط كل مجهودك ان الصوره دي تبين احلى ما في البرودكت اللي انت بتبيعه. فلو انا ببيع شموع مثلا، انا افضل ان انا احط حاجه زي كده تبقى مثلا مولعه، يعني شمعه مولعه باين ان دي شمعه، الخلفيه بتاعتها كويسه، الليبل واضح، الصوره مش بلوري كريسب، فبختارها. فممكن اخدها وازقها كده بقت في اول صوره نزلت هنا، وبعد كده ممكن اعمل لها ادجست بقى ان انا يعني اعمل لها زوم ان او زوم اوت عشان تبقى واضحه احسن يعني. فاهم حاجه دايما ان البرودكت بتاعك في اول صوره يبقى كل الاربع اركان بتاعته باينه، ما يبقاش في حته مقطوعه، ما يبقاش في حاجه تانية واخده عين اللي بيتفرج يعني عنها. هو البرودكت هو الهيرو او الحاجه المهمه اللي موجوده في الصوره، فلازم يبقى بارز بشكل حلو. وبعد كده بدوس ابلاي وكده بقت جاهزه عندي. طيب ترتيب الصور هل ده مهم ولا لا؟ اكيد مهم. انا ما برميش صور كده وخلاص، هي المفروض يبقى ليها ترتيب معين، بس دي حاجه ادفانس شويه يعني ممكن نتكلم فيها بعدين. بعد ما تعدي مرحله الصور هتخش بعد كده على الكاتيجوري بتاع البرودكت بتاعك ده، يعني ده مصنف ايه بالظبط، يعني ده الشمع ده عباره عن ايه. فانا هكتب مثلا كاندلز لان هو كاندل وهوم فريجننسز لان هي شموع ليها ريحه. وبعد كده السؤال اللي وراه when was it made، يعني اتعملت امتى. فانا هي ما اتعملتش وانا مخزنها، انا بعمل made to order يعني دي بالطلب، فانا هختار ان هي made to order. يعني لو انتوا بتبيعوا اكسسوارات مثلا والاكسسوارات مش جاهزه وانتوا بتعملوها بناء على طلب العميل فتعملوا made to order. لكن لو عندكم جاهزه اوريدي فانت هتقول له تاريخ، انت عاملها امتى؟ عاملها السنه دي، فانت هتقول recently من 2020 ل 2026، من 2020 ل 2026، فهتختار ده. لكن انا بالنسبه للشموع بكتب made to order. بعد كده التايتل بقى، ايه التايتل؟ اللي هو العنوان اللي هيبان فوق الصوره اللي انا عاملها اللي الناس بتشوفها. لازم يبقى عنوان جذاب، والاهم من ان هو يكون جذاب ان هو بيحتوي على keywords او كلمات بيسموها كلمات مفتاحيه بالعربي، علشان تقدر توصل للعميل لما يجي يعمل سيرش
تبقى هي في التوب بتاعه الليست بتاعته او في قائمه الحاجات اللي تطلع له، ولازم يكون بحد اقصى 140 حرف، يعني ما يزيدش عن كده. طب هل انا عارف اكتب ايه؟ لو انا عارف بكتبه عادي خالص. المواصفات بتاعته ان دي بكتب مثلا ان هي scented candle 8 ounce jar black مثلا، واكتب نوع الريحه، نوع الفريجننس اويل مثلا فرنش فانيلا ولا ساندل وود ولا اي حاجه من الحاجات بتاعتي، وهكذا. لو مش عارف اكتبها بالانجليزي انا عندي حل ان انا ممكن اروح على شات جي بي تي واكتب له واساله اعمل ايه في الخطوه دي، او ان انا مثلا ممكن اعمل سكرين شوت كده واخد صوره من الجزء ده واقول له انا مش عارف اكتب ايه هنا ساعدني. فممكن يسالك اسئله عن البرودكت بتاعك وفي الاخر هيدي لك افضل تايتل ممكن تكتبه. هل شات جي بي تي هو احسن واحد يديني التايتل الصح اللي هيوصل للعميل؟ لا، لكن على الاقل هيوصلك لجزء منه، لان في تولز تانية بتقدر ان هي تساعدك وتعملها كده، لكن هي هتبقى بفلوس. ممكن اشرحها لكم لو في وقت في الفيديو، لكن ما تفتكرش ان شات جي بي تي هيقدر يساعدك في كل حاجه 100%. يعني هو هيقول لك المعلومه لكن مش لازم التايتل او الديسكريبشن يبقى افضل حاجه في الدنيا، لكن هو هيمشيك بنسبه مثلا 80 85% بدون مشاكل. لكن عشان توصل ل 100% في تولز تانية بيستخدموها زي اكستنشن تتحط على جوجل كروم بتدي لك بقى احسن اختيارات للتايتل والديسكريبشن والتاجز وكل الكلام ده. فبيبتدي يديني مثلا اختيارات من هنا، ممكن مثلا اختار واكتبها زي ما هي. طيب احنا كده ما عدناش ال 140 حرف، يعني احنا within الرينج، يعني مش شرط ان انا استهلك ال 140 دايما، لكن المهم ان العنوان يبقى سهل ومقري للناس يعني. طيب بعد كده الديسكريبشن برضو هعمل نفس الموضوع. الديسكريبشن بقى هو المواصفات، يعني ان ديتيلز بقى اللي بحطها على البرودكت بتاعي، التفاصيل البرودكت. ممكن احط تفاصيل الشحن لو انا عامل بروموشن، لو انا عامل مثلا كل $35 هعمل لك فري شيبينج. يعني حاجات كتيره بعملها في الديسكريبشن ولازم تبقى دقيقه جدا، لان لو مش مطابقه للي انت هتعمله هتبقى مشكله ما بينك وبين العميل، واتسي ممكن لو اتحقق من الموضوع ده ممكن يلغي لك الاكونت لو الموضوع ده اتكرر، او بيقلل الريتنج بتاعك. قلت له بقى اعمل لي ديسكريبشن هنا، فبيكتب لي كل البيانات دي. لو عجبتني باخدها زي ما هي، لو عايز اعدل فيها بعدل، لو ما عجبنيش بقول له اعملها لي تاني. يعني الموضوع في ايدينا. فباخدها كوبي من هنا وبروح بعمل بيست، خلاص بقى كده معايا الديسكريبشن. الفاريشنز بقى لو انا عندي كذا اختيار او كذا حاجه ببيعها من نفس المنتج، مقاسات مختلفه، روايح مختلفه، الكلام ده ممكن بقى ازود واختار ويعني بعملها من الجزء ده، انا مش محتاجها دلوقتي. وبعد كده باجي على نقطه برضو مهمه اللي هي التاجز. دي التاجز بقى دي برضو اللي هي الكلمات المفتاحيه زي ما قلنا عليها، اللي هي بتعرف اتسي انت عايزني ابعت البرودكت ده لمين، لناس مهتميه بايه. وبيدي لك 13 كلمه ممكن تحطها في التاجز دي. طبعا تستخدمهم كلهم، ما تسيبش ولا واحده، لان دي حاجه بتساعد البرودكت بتاعك ان هو يتشاف، فدي من اهم الحاجات اللي لازم تكتبها. برضو هسال شات جي بي تي على التاجز، اداني هو مثلا 13 تاج من اللي انا عايزهم، باخدهم واحد واحد كده وادوس انتر، فهتنزل يبقى كده فاضل لي 12 ليفت واروح مكمل الباقيين كلهم. هنفترض ان انا عملتهم كلهم، وبعد كده بقى بيقول لك الواكس تايب. فانا طبعا قايل له ان دي كاندل، انا ببيع كاندل، فهو فاهم، فحط لي بقى الواكس تايب. هو عايز يعرف نوع الواكس اللي انا بستخدمه ايه عشان يحطه من ضمن المواصفات بتاعه البرودكت بتاعي. فانا مثلا بستخدم كوكونات، فهقول له الكوكونات. وبعد كده العبوه تفاصيلها والطول والعرض وكل الكلام ده، ولو في روايح بستخدم ايه، والنمبرز اوف ويك. في حاجات مهمه ممكن تعملها وفي حاجات ممكن تعملها سكيب، مفيش مشكله. لكن اي حاجه زي مثلا البرايس ده حاجه مهمه لازم تحط المبلغ بتاعك. فانا هفترض مثلا انا هبيع دي ب 1999، فلو فتحت الكالكوليتر ده مثلا فحطيت مثلا $10 ده التكلفه بتاعتك، فبيقول لك بعد كده الاستيميتد ايرنينج ده هيبقى $7.64. يعني اللي انت هتكسبه بعد التكلفه بتاعتك هي $7.64. طبعا هيبقى في ضرائب وحاجات زي كده، بس يعني انا بتكلم على الوسيله اللي هو بيديها لك، ما تعتمدش عليها 100%، لكنها يعني زي جايد كده ليك تبقى عارف التكلفه كام وهيتبقى لك كام والكلام ده. بعد كده بقى الكوانتيتي، بقى الكميه اللي عندك قد ايه. اقصى حاجه ينفع تحطها اللي هي 999، دي اقصى حاجه. الاس كيو ده مش مهم دلوقتي. وبعد كده عندك الشيبينج والبروسيسنج اند ريتيرن. الشيبينج انا اوريدي عامل بروفايل هنا مثلا بيوصل لكندا وامريكا، وبختار بقى الجهه البريد اللي هي هتنقل لي البرودكت بتاعي وهتاخد وقت قد ايه. طبعا كل حاجه ليها تكلفه، وتكلفه طبعا كل ما الحاجه بتوصل اسرع اكيد تكلفتها اعلى. فانت ممكن تسيب كذا بقى اوبشن للشوبر او الشخص اللي بيشتري البرودكت بتاعك، كذا اوبشن هو يختار. هو لو عايز حاجه سريعه هيدفع اكتر، هيبقى فاهم، مش مستعجل عليها هيختار حاجه ارخص شويه. او لو عايز تعمل فري شيبينج ممكن تختار ده من هنا. يعني في ناس كتيره بتعمل موضوع الفري شيبينج لان هو بيظهر كده زي بار لونه اخضر فري شيبينج، يعني بيجذب انتباه الناس وهي بتشتري، يقول لك ده فري شيبينج، يبقى انا يعني كده انا جود ديل بالنسبه لي. لكن في الغالب مش جود ديل ولا حاجه، لان هو في الغالب بيبقى هو الشخص اللي بيبيع محمل تكلفه الشحن على
المبلغ النهائي. فحتى لو هو حاططها فري شيبنج لكن هو المبلغ برضو في الاخر هيبقى هو يعني. فانت شوف عايز تعملها ازاي، عايز تعملها فري شيبنج بمبلغ اكبر، ولا المنظر يبقى شكله مبلغ اقل وهو عارف هيدفع شيبنج بعد كده. وعاده الناس في امريكا يعني كله بيدفع شيبنج يعني، فالموضوع مش غريب. فلو ما عملتهاش حتى فري شيبنج مش مشكله. وهنا برضو البروسيسنج بتاخد قد ايه؟ هل انا عاملها مثلا بتاخد من يوم ل3 ايام بروسيسنج، اللي هي الحاجه علشان اصنعها واعملها واجهزها قبل الشحن بتاخد 3 ايام، وفي فتره تانية ممكن بعديها 3 ايام ولا حاجه شحن، لكن هو بيبقى عارف التجهيز بتاع البرودكت بياخد مني من يوم ل3 ايام. فدي برضو حاجه بتعملها. وبتكتب برضو هنا الويت بتاعه قد ايه، الوزن بتاع الايتم بتاعك قد ايه، عشان هو يحسب لك الشيبنج هيكلف كام، لان الشيبنج بيبقى بناء على الوزن. وبرضو الابعاد بتاعه الصندوق او حاجه، الطول والعرض والارتفاع وكل الكلام ده برضو بتملاه. وبعد كده مع موضوع الريتيرن او الريفاند او كده، انت برضو ده في ايدك. انت بتقول البرودكت بتاعي لا انا مش برجع حاجه، لا ده معمول ده ميد تو اوردر، يعني انا عامله مخصوص عموله للشخص فما ينفعش ان هو اتحمله. فممكن تلغي خالص موضوع الريفاند، او ممكن تخليه مثلا ان هو في خلال اسبوع او خلال 30 يوم. دي حاجه برضو انت بتعملها وبتغيرها من هنا من الجزء ده. بعد كده بيسالك بقى مين اللي عمل البرودكت ده، بتقول انا ولا واحد من الممبرز بتوعي ولا شركه تانية هي اللي عملته وانا بس مجرد ببيعها لها، فبختار انا عشان انا عامله في المطبخ عندي. وهل ده فينيش برودكت، هل ده منتج نهائي ولا ده حاجه يعتبر ماده خام هتستخدم في صناعه لسه برودكت تاني، فبتختارها. ممكن بقى حاجات مش مهمه قوي، لو لقيت ان انت ممكن تعمل سيف للبرودكت من غيرها اعمل كده، الا لو عايز تحط تفاصيل زياده. بعد كده دي نقطه مهمه هي الرينيول اوبشنز، تجديد الصفحه دي. الصفحه دي بتتجدد يعني تقريبا يا كل 3 شهور يا 4 شهور، انا مش فاكر بالظبط، بس هي في الحدود دي 3 شهور يا 4 شهور. المهم لما تيجي تتجدد هل هتتجدد اوتوماتيك ولا انت عايز تعملها مانيوال مثلا؟ انا دايما برشح ان انا اعملها اوتوماتيك، لان هو التكلفه بتاعت ان انا اعملها بس رينيول اوتوماتيك رينيو ده بيكلفني 20 سنت بس، يعني مش مبلغ يعني. لكن انا لو عملتها مانيوال ونسيت الليست دي خلاص كل سنه وانت طيب، دي اتمسحت ولازم اعملها من اول وجديد. فطبعا دي مش حاجه حلوه. فاعملها لو يعني لو 20 سنت دي يعني مش مبلغ بالنسبه لك، خليها سيبها اوتوماتيك وسيف على كده، وبعد كده لو عايز تبقى تلغيها بلغيها. لكن ان انا انسى وان هي تتلغي بقى لوحدها بكل بقى التفاصيل اللي انا حطيتها دي، ده هيبقى تضييع وقت يعني. فانا ارشح ان انت تخليها اوتوماتيك. وبعد ما بتخلص بتعمل سيف از درافت او بتعمل ببلش ان هي الناس خلاص هتشوفها، تعمل بريفيو لو عايز تتفرج عليها قبل ما تعملها سيف وتشوف شكلها الناس بتشوفها ازاي دلوقتي. طب هل برودكت واحد كفايه عشان ابقى غني بقى واكسب لي $100,000 وكده في السنه؟ لا اكيد لا. انت لازم محتاج مثلا على الاقل يعني 30 برودكت على الاقل يبقى معمول لهم ليستنج. الناس في امريكا هنا بتتكلم على يبقى عندك من 100 ل 50 برودكت مثلا اكتف، والناس تقدر تخش عليها، لان كل ما بتعمل برودكتس اكتر بيبقى عندك انتشار، الشوب بتاعك بيبقى منتشر في كل حته، فالناس تقدر توصل له، واللي وصل لحاجه ممكن يعجبه حاجه وحاجتين وثلاثه ويشتريهم منك. فانت كل ما بتعمل عدد كبير كل ما هتضمن ان يعني في ترافيك عالي على الشوب بتاعك. طيب جينا النقطه مهمه قوي بقى، وهي التسويق او الترافيك ده هيجي لي منين. اولا لازم تعرف ان اتسي ده زيه زي امازون. طبعا امازون حاجه عظيمه ورهيبه ومفيش حاجه زيها، لكن اتسي برضو عليه زوار بالملايين، كل يوم ناس بتيجي من كل حته في العالم بتخش تتفرج وبتشتري. فانت اوريدي عندك ترافيك، اوريدي في ناس داخله لك، فدي ميزه كبيره. غير ان انت تعمل ويب سايت لوحدك ومحدش يعرف عنه حاجه ولا عامل له سوشيال ميديا ولا حاجه، فطبعا محدش هيخش. لكن ده اوريدي الزبون فيه رجل داخله كل يوم، فبيبقى عندك فرصه ان انت تبيع. لكن طبعا اتسي متحكم في كل حاجه. انت لا بتشوف الايميلز بتاعت الكاستمرز بتوعك، ما تقدرش تبعت لهم حاجه مثلا، لازم كله يتم عن طريق اتسي. ما ينفعش تتعامل مع العملاء دولت بره اتسي، يعني ما ينفعش تاخدهم بره مثلا وتوديهم على ويب سايت بتاعك او حاجه، لان لو اتشافت في المسجات هيقفلوا لك الاكونت. مش انت النجم الاوحد اللي موجود على الشوب، في غيرك الاف الناس بتبيع برضو، فطبعا دي حاجه مختلفه. في سلبيات وفي ايجابيات اكيد يعني، لكن كبدايه حلو ان انا عندي سورس، حاجه مصدر اقدر ابيع من خلاله، وموجود في مصر، فتقدر تعمل بيزنس وتبيع لناس موجوده في امريكا وفي دول تانية. اللي بيفرق هو لما تيجي تعمل البروفايل بتاع الشيبينج، هو اللي بيبين انت عايز تبيع لمين، فدي ميزه مهمه. طيب ازاي اسوق حاجتي واخلي الناس تخش على الشوب بتاعي؟ مهم قوي
اي حد بيبيع اي منتج اي كوميرس او حاجه بتصنعها بايدك وبتبيعها على اي موقع الكتروني، لازم يبقى عندك السوشيال ميديا بتاعتك، يبقى عندك فيسبوك بيج، يبقى عندك انستجرام، يبقى عندك تيك توك، يبقى عندك يوتيوب مثلا. يعني شوف انت بتحب ايه اكتر، بس على الاقل يبقى عندك صفحه على الفيسبوك. هعمل فيها ايه بقى الصفحه؟ هصور البرودكت بتاعي مثلا وانا بعمله، ممكن اوري لهم الشكل النهائي، ممكن او احكي لهم ان كان في كلاينت طالب مني حاجه وحصل كذا ومش عارف ايه، واقعد اوري لهم فيتفرجوا فيعجبهم فيقولوا لك طب منين عايزين نشتري. فدي في العصر اللي احنا فيه ده الفيديوهات اهم حاجه في الماركتنج. اعمل فيديوهات كتير ريلز بتنتشر اكتر، وحط اللينك بتاع الشوب بتاعك في الديسكريبشن او حطه في الصفحه بتاعتك. تاني حاجه، لو انت دخلت تحت الشوب مانجر هنا في اتسي ودوست على ماركتنج، هتلاقي فيه اتسي ادز وهتلاقي فيه اوف سايت ادز. يعني دولت اعلانات انت بتدفعهم، دي اعلانات بتبين البرودكت بتاعك مكتوب عليه سبونسرد وبيظهر في الصفحات الاولى. فلما حد يدور على حاجه في الكاندل مثلا اللي انا ببيعها وانا عامل البرودكت ده ان هو يتحط تحت الاتسي ادز، هيظهر من ضمن الحاجات الاولانيه، فبيبقى عندي فرصه ان هو يدوس عليها ويخش يشتري. وفي حاجه تانية اسمها اوف سايت ادز، دولت اللي هي بره اتسي بقى، بيخش هو على جوجل وبيخش على فيسبوك وبيخش على الحاجات دي وبيعمل اعلانات لاتسي لناس كتيره من ضمنها البرودكت بتاعك، فبرضه بيدي فرصه ان يعني ان انت تتشاف اكتر، مش في اتسي بس، ده في كل حته. فهو بيساعدك ان انت تعمل سيلز، لان هو كل ما تعمل انت سيلز هو بيكسب، هو بياخد منك نسبه. فاتسي اكيد عايزك تنجح. بعد كده عندك السيلز والديسكاونتس بقى، ممكن تخش تعمل سيلز للناس، بيبقى من هنا من الجزء ده تعمل ران سيل مثلا وتكتب البرسنتج، عايز اعمل 25%، عايزه تعملها مثلا افري وير ولا في دول معينه. يعني الموضوع السيلز ده هخليها افري وير. وبعد كده بتكتب مثلا هنا الديوريشن، مثلا اعمله من يوم مثلا الجمعه 14 لغايه مثلا الاسبوع اللي ورا مثلا لغايه 21. بس زي ما نحاول لما تيجي تعمل تخفيضات خليها يبقى داخل فيها جمعه وسبت وحد، عشان دي اكتر فتره الناس بتقعد على الموبايل وبتدور وبتشتري هدايا للناس وكده. فيعني ممكن اخليها لغايه مثلا نهايه سانداي اللي هو 23. فدي حاجه كويسه. عندك تيرمز اند كونديشن مش مهمه، هكتب مثلا فيدي 2026 مثلا، هتدوس كونتينيو هيقول لك انت عايز فعلا السيل ده ولا لا ومش عارف ايه، هتقول له وخلاص وخلصت كده، انت عملت سيل. هيبان بقى عند الناس، هيتشطب على الرقم اللي انت حاطه في البدايه وهيتحسب 25%. فطبعا قبل بقى ما نخش نعمل سيل والكلام ده لازم احسبها بالورقه والقلم، هل ينفع ان انا اعمل سيل؟ هل التكلفه بتاعتي تسمح في مساحه ان انا اعمل تخفيضات للناس ولا لا؟ والتخفيض ده هيبقى كام والمده قد ايه؟ لان هو يعني التخفيضات مهمه عشان تجيب ناس، لكن مش هينفع افضل عايش عليها طول عمري. لما بتلاقي فيه حصل ترافيك كويس ممكن يقف ونرجع للسعر القديم وبعد كده نرجع تاني. فهي بتبقى ايه، دورات كده كل اسبوعين ثلاثه ممكن تعمل سيل. وحاجه تانية، لو في ناس شايفه ان الفيديوهات بتاعتي دي طويله يعني شويه، فانا اسف، دي مش حاجه انترتينمنت، دي حاجه تعليميه. انا بعرفك اللي انا اعرفه عن ازاي افتح بيزنس، ازاي اعمل حاجات، ازاي افتح مشاريع. فلازم نتعلم، لازم تاخد وقتها، فما ينفعش ان انا كروتك. فلو حاسس ان الفيديو طويل ومش قادر تكمله على مره واحده، اعمله سيف وممكن تتفرج عليه تاني بعدين او تكمله بعدين. لكن دي فيديوهات مش فيديوهات ترفيهيه، فممكن يبقى دمها تقيل عند بعض الناس، لكن مش هم دول اللي يهموني. اللي يهموني هم الناس اللي عايزه تكبر وعندها طموح وعندها مشاريع، او محتاجه حد يشجعها ازاي تبتدي اول خطوه في مشروع جديد، سواء في امريكا او في مصر او في اي مكان. وبرضه على قد ما اقدر مش هعمله محاضره يعني كبيره، لكن في تفاصيل بحس ان هي مهمه قوي، فغصب عني لو حسيت ان هو طويل، وارجو ان الغالبيه ما يكونش عندهم الشعور ده. فانا حبيت بس اديلكم فكره النهارده ازاي ان احنا بنفتح حساب وازاي بنسوق وازاي بنعمل كل الكلام ده. الحلقه الجايه هتبقى قويه جدا، لان هيبقى في مشروع تاني. لو ما عجبكوش مشروع الشمع، في حاجه تانية رهيبه وانا ما شفتش حد مصري اتكلم عليه، يمكن واحد او حاجه، بس موضوع ما حدش يعرف عنه كتير يعني. فانا حابب ان انا اشارككم بيه، فتشجيع بقى وكومنت حلو واللايك بتاعكم الحلو، واعمل فولو لو لسه ما عملتش. وان شاء الله اول لما الفيديو يجهز هتشوفوه برضو، قولوا لي رايكم وعجبكم ما عجبكوش. والاهم كمان ان هو يبقى مفيد ويبقى فتحه خير على الناس. هو ده الغرض من الفيديوهات بتاعتي، ان احنا نشجع بعض ان احنا نعمل حاجه جديده، نحاول ان احنا نحسن من داخلنا. ولو مش مفيده وعندك اقتراحات يا ريت تقول، خلينا نتشارك وخلينا نتعلم من بعض. بشكركم مره تانية واشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.